في تركيا يقر الدستور علمانية الدولة، أي فصل الدين فيها عن السياسة، حتى إن كان على رأسها حزب ورئيس يلبس ثوب الدين ويتدثر بعباءته. فالرئيس المتدين ذاته من يخرج للدفاع عن علمانية بلاده ويتباهى بعلمانيته التي يبدو أنها لا تقتصر على الدين وحده، بل تمتد للسياسة والاقتصاد. وللتوضيح، منذ صعود حزب العدالة والتنمية التركي للحكم في أنقرة مطلع الألفية الجديدة، وهو يتبع سياسة فصل الاقتصاد عن السياسة والمبادئ، فالحزب الذي يرأسه السيد رجب طيب أردوغان سعى لتصدير وجه للعرب تحديدا يتمثل بالحزب والرجل الذي جاء ليعيد أمجاد خلافة اندثرت في بلاده قبل قرن من الزمان، وادعى أنه جاد يتبنى قضايا العرب الكبرى وعلى رأسها فلسطين، وروج لنفسه على أنه حزب ورجل يقف في وجه إسرائيل. وبهذا الطرح والتوجه فرح كثيرون من العرب، حتى أن كثيرين منهم بايعوا أردوغان للخلافة. فهل استحق زعيم الأتراك هذه الرؤية؟ وهل صدقت وعوده؟ باستعراض التاريخ وبلغة الأرقام، قبيل اعتلاء حزب أردوغان للحكم كانت العلاقات التجارية بين البلدين لا تتجاوز حدود 850 مليونا، وذلك بحكم أن أنقرة وتل أبيب بينهما تاريخ طويل من الشراكة يبدأ من لحظة قيام إسرائيل، حيث تركيا كانت أول من اعترف بدولة الاحتلال من دول العالم الإسلامي، كما جمعت بينهما شراكة عسكرية وتخندق بمعسكر الغربيين. لكن مع ذلك كله لم يكن حجم التبادل الاقتصادي بينهما قد وصل للمليار. وبعد أن جاء أردوغان افتتح الرجل عهده بزيارة تطمينية لإسرائيل اصطحب بها زوجته وعائلته للسلام على قبر مؤسس إسرائيل وصاحب فكرتها فيودور هيرزل. ومفاد الرسالة كان أن على تل أبيب عدم القلق من رئيس يرتدي ثوب الدين وزوجته محجبة، فهذه المحجبة وزوجها المتدين وقفا على قبر هيرزل بباقة زهور. فما إن مضت بضع سنين حتى قفز التبادل التجاري بينهما، أي بين تركيا وإسرائيل، إلى حاجز 2.5 مليار دولار، وهذا الرقم تحديدا كان عام 2011، أي حتى بعد أن جرت أزمة سفينة مرمرة التي وترت العلاقات بين الطرفين. لكن يبدو أن التوتر كان في التصريحات التركية فقط، أما الاقتصاد فسلام على هذا الاقتصاد، حيث جرت بعد ذلك توترات أخرى في العلاقة بين الطرفين، لا سيما بعد توالي حروب إسرائيل على قطاع غزة. لكن مع كل توتر كان يحدث كان التبادل الاقتصادي بين الطرفين يرتفع، حيث وصل عام 2020 إلى 4 مليارات و7 ملايين دولار، وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي والبنك المركزي التركي وجمعية المصدرين الأتراك. ولتذكير هذا الرقم الأخير، كان بعد أن وصلت العلاقة بين أنقرة وتل أبيب حد القطيعة، فقد كانت قرابة 5 مليارات حين كانت العلاقات مقطوعة، فكيف ستكون والعلاقات طبيعية؟ الإجابة بلغة الأرقام أيضا. فبعد أن تمت إعادة التطبيع الرسمي مؤخرا بين تركيا وإسرائيل، قفز حجم التبادل بين الطرفين إلى زيادة بنسبة 35%، أي أن ما تغير بينهما فقط هو ارتفاع الأرقام بالتبادل والزيارات المتبادلة والصور التي تجمع المسؤولين الأتراك بنظرائهم الإسرائيليين. وما بين هذا وذاك ما يزال بعض المؤمنين بأن تركيا عدوة لإسرائيل وأن أردوغان جاء بهدف التحرير.